يا ترى عرفتوا ولا ما عرفتوش ان الدستة منها وصلت ل 450 جنيه؟ يا ريت بقى اللي عرف يقول للي ما عرفش ويوري له الفيديو ده. هعمل لكم دستة جاتوه ببيضه واحده باقل كمان من 30 جنيه، وهنحسبها مع بعض بالورقه والقلم. ده انا هخليكي تدلعي ولادك وكل يوم تعملي لهم عيد ميلاد. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا ايه. بس يا ريت قبل ما ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا ايه ما تنسوش نصلي على رسول الله، ويلا بينا نسمي بسم الله. ويلا بقى نجيب شفشق الخلاط، وهنستخدم هنا معاه كوبايتين من اللبن. هناخد كوبايه ونص وهنسيب نص كوبايه كده على جنب. هنزل كمان بكوبايه من الزيت، وهنزل كمان بكوبايه من السكر. هنزل عليه كمان بكوبايه الا ربع من الكاكاو الخام. الكاكاو هنا خام يكون غير محلى. هنزل بقى بعد كده بمعلقه كبيره كده من الفانيليا ورشه بسيطه كده من الملح. مش عارفه ايه حكايه البومب والصواريخ ورمضان جه ولا ايه، كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى هضربهم في الخلاط كويس، وبعد ما ضربتهم هشيل كده كوبايه على جنب. الكوبايه دي هحتاجها بتاعنا. هنزل بقى عليها كده ليه يعني زياده، لو انت حابه تستغني عن الخطوه دي ممكن تستغني عنها، بنص كوبايه من الشوكليت شيبس. هنا بقى في الخلاط هنزل بنص كوبايه من اللبن. وادي بقى المفاجاه بتاعتنا، بيضه واحده يا جماعه اللي هتعمل لنا القمر اللي انتوا هتشوفوه. هننزل بقى بعد كده بكوبايتين من الدقيق، اي دقيق عندك تقدري تستخدميه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. وتعالي بقى نضربهم كويس جدا في الخلاط. هنضربهم لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده. هجيب بقى قالب عندي، هبتدي ان انا اديله كده دهنه من الماده الدهنيه واعفره كده بتعفيره دقيق. وهبتدي انزل بالخليط بتاعنا. هنزل بقى بالخليط كده واسويه. وبصوا بقى الخليط، بصوا خطير يا جماعه. اديتها كده تخبطتين، وبعد كده بقى خدتها علشان ادخلها الفرن. كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معانا بالظبط نص ساعه في الرف الوسطاني، وهنشوفها بعد ما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. بعد كده بقى دلوقتي جبت كده كوبايه من الكريم شانتيه، وعليه ربع كوبايه من السكر البودر، وممكن تزودوا الكميه لو انتوا حابين. حطيت عليها كوبايه من الحليب المثلج، وابتديت اضرب الكريمه بالشكل القمر اللي انتوا بصوا الكريمه، بصوا مش هتنزل خالص من البوله بتاعتنا. طلعت بقى الكيك بالشكل ده وابتديت بقى اشتغل فيها. بس هنا انا غلطت غلطه كده هقول لكم عليها واحنا شغالين. يلا بقى يا حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وقولوا لي كمان بتتابعوني من اي بلد. هنا بقى جبت كده حليب، وابتديت ان انا احط عليه معلقتين كبار من السكر، وسقيت بيه الكيكه بتاعتنا. انا طبعا كنت قلبها كده على ظهرها، وجيت هنا بقى كده بالمسطره او ممكن بالنظر تقدري ان انت تقسميها كده نصين. هوريكم بقى كمان الغلطه دلوقتي اللي انا غلطتها، بس انا كنت مستعجله. جبت بقى الكريمه وابتديت ان انا يعني احط كده الكريمه وابتدي افردها على الكيك. دي كده هتبقى الحشوه من جوه. لو حابه تحطي صوص تقدري تحطي صوص. بصوا بقى هنا الغلطه كانت ان انا ما استنيتش ان الكيك بتاعنا يبرد. بصوا زي ما انتم شايفين، عشان طلع كده منه شويه لزق معانا كده على الكوستر او البلانشه اللي عليها الكيك. هنا بقى قلبت كده الكيك زي ما انتم شايفين، وابتديت اسقيه برده تاني. الميزه هنا ان انت بتسقي الكيك بيديله طراوه، وبيبقى طعمه من جوه كده غني وحلوه جدا. هنا بقى ابتديت اجيب كده بقيه الكريمه، وابتدي بقى اغلف كده الجاتوه بتاعنا بالشكل ده، او بحط كده طبقه كده حلوه من فوق، وبسيبها كمان تبرد برده شويه. ممكن بقى ادخلها كده شويه التلاجة، وببتدي ان انا اقطع كده الحروف علشان تبقى متساويه معانا. طبعا الحروف دي او الجوانب دي ما بتترميش، طبعا احنا بناكلها. يعني عايزه اقول لكم كانت سماسيم واقفه وما شاء الله بتاكل فيها الف هنا، وانا برضو كلت كده حته قلت ادوق كده الانتاج عامل ايه يعني. بس عايزه اقول لكم كان طعمها بجد حلو قوي. حطيتها شويه في التلاجة وطلعتها بقى علشان احط كده عليها الصوص. بصوا بقى هنا الدنيا بصوا باظت خالص مني، بس مش اشكال، كله يهون. حطيت بقى الصوص كده بالشكل ده. طبعا لو كان احسن على شبكه وتحتيها بيبقى صينيه كنت هتقدري ان انت برضو تستفادي اكتر من الصوص اللي وقع ده. بس ما علينا مش اشكال. انا عايزه اقول لكم ان النتيجه في الاخر هنا بقى جدا. جيت رحت بقى مقطعه كده قطع الجاتوه. بصوا خطيره، بصوا فظيعه يا جماعه. وابتديت بقى دخلتها شويه التلاجة وطلعتها علشان ازينها. التزيين ده بقى يرجع لك انت. انا اكتفيت ان انا احط كده روزتات من الكريم شانتيه الخطير اللي احنا عملناه مع بعض. وجيت بقى رحت حاطه كان عندي شويه كده من الكريز. قطعت برضو الكريزه كده النصين، وابتديت احط كده على شويه منه. وزي ما قلت لك التزيين ده يرجع لك انت حسب اللي موجود. على فكره لو حسبناها لحد هنا بالورقه والقلم مش هيكلفك اكتر من 30 جنيه. عايزه اقول لكم ان الوصفه خطيره، وبجد جربوها يا بنات هتعجبكم جدا. انا عملت الوصفه دي على قناه الوصفه كده من حوالي سنتين. كانت خطيره ووصفه كانت حلوه جدا، بس كنت عاملاها ببيض اكتر. تقدروا انتوا تعملوها ببيضه واحده بجد هتعجبكم جدا. والكيكه هشه وطعمها خطير. توفير التوفير. شعارنا الايام الجايه هنعمل الحاجات كلها اللي بنجيبها من بره بطريقه سهله وبسيطه وكمان موفره. عجبهم جدا. وعايزه اقول لك ان انا عامله مبادره اسمها اطبخيها وما تشتريهاش مع مي امين. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.